في واحد دايما في وسط الناس، ضحك وهزار وقعدة حلوة مليانة، كل لما حد يشوفه يقول ايه ابن المحظوظة ده، الناس حواليه زي النمل. بس اول ما يقع الموبايل بقاش يرن، والناس اللي كانت بتطلبه كل يوم بقت ترد عليه برسالة يمكن نصها مجاملة ونصها اعتذار. ساعتها الشخص ده فهم ان مش كل اللي حواليه ليه، وان العدد مش دايما سند. في حاجة اسمها البروكسيميتي بايس، يعني دماغك بتتوهم ان اللي قريب منك دايما هيحبك ودايما واقف في ظهرك، بس الحقيقة ان القرب احيانا بيكون صدفة او مصلحة او عادة. لان الشخص اللي بيقف جنبك قبل ما تطلبه، واللي بيمسح دمعتك من غير ما يشوفها، واللي يكمل معاك في الضلمة مش بس في اللمة، ده عملة نادرة جدا، لو لقيته امسك فيه بايدك واسنانك. ربنا قال ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني اختار صحبتك كويس، هي مش بالعدد ولا بالزحمة. اللمة بتديك احساس حلو بس ممكن يكون مؤقت. صدقني، واحد مخلص احسن من 100 مزيفين، لان في ناس كتير حوالينا بس للأسف هم مش لينا.